يا ترى ليه بعض الناس بيركبوا الوش التاني بعد ما تقرب منهم لفترة؟ في الأول يعاملوك كويس جدا بكل احترام واهتمام وشياكة وأدب، وفجأة كل ده يتبخر. تلاقي نغمة الانتقاد بدأت تعلى، والبرود ساد وتحس إنك بقيت تقيل. هتبدأ تسأل نفسك هو إيه اللي حصل؟ أنا قصرت في إيه؟ الحقيقة إن المشكلة مش فيك، ولكن المشكلة في السيستم بتاع القرب اللي أنت حطيته من غير ما تحس. أول حاجة إنك فتحت كتابك على الآخر. في الأول كان ليك هيبة، لكن لما عرفوا عن حياتك كل التفاصيل وعرفوا عنك كل حاجة وأنت ما خبيتش سر ولا حاجة، ساعتها بس الهالة اللي حواليك اتطفت، وبقيت بالنسبة لهم كتاب عرفوه وقرأوه وحفظوه ورموه. تاني حاجة، بقيت موجود زيادة عن اللزوم، بترد في ثانية، ما بتفوتش مناسبة، فتحولت من شخص عزيز وغالي لشخص متاح طول الوقت. والإنسان ما بيقدرش الحاجة اللي دايما في جيبه. 3، رفعتهم فوق قدرهم، والانبهار بحد بيرفعه لسابع سما. فأنت لما رفعتهم قوي نزلت نفسك انت لسابع أرض من غير ما تحس، وطبيعي جدا اللي فوق يبص للي تحت بتعالي. 4، سامحت في الأخطاء الصغيرة. الحاجات البسيطة اللي انت فضلت تسامح فيها ما كانتش مجرد أحداث بسيطة ولا أخطاء، ولكن كانت مجرد اختبارات بسيطة مكررة علشان يختبروا خطوطك الحمراء. لكن للأسف لما سامحت فيها كتير انتهكوا الحمى. 5، عودتهم إن مالكش آخر. الناس ما بيتعاملوش معاك بأصلك، الناس بيتعاملوا معاك طبقا للي انت عودتهم عليه. لما في كل مرة قلت لهم إنك ما بتزعلش وما بتلومش حد على حاجة، مش قادر تقول لأ، خدوا ده كحق مكتسب. ودلوقتي مفيش أي حد مقدر زعلك، علشان كده مفيش حد بيسأل انت ايه اللي مغيرك أو ايه اللي مزعلك. 6، خفت تخسرهم فخسرت نفسك. لما بدأت تبين لهم ان انت متعلق بيهم وخايف تخسرهم، ساعتها بدأت تتنازل عن حاجات معينة وحاجات أصيلة في شخصيتك انت علشان تفضل معاهم. ساعتها شافوك شخص ضعيف، وفي لغة العلاقات الضعيف ملوش تقدير. مفيش حد بيحب يكون مع الشخص الضعيف. فكر فيها براحتك. 7، القرب كان مجرد قناع، مكياج، ستارة. ساعات كتير جدا الناس ما بتتغيرش، انت بس اللي كنت بعيد وشايفهم بالطريقة اللي نفسك فيها. لما قربت منهم كفاية القناع ده وقع وشفت الصورة الحقيقية. في مقولة كويسة جدا في اللغة العربية بتقول: العين ترى ما لا تملك على غير أصله، فإن ملكته رأته على أصله. وأخيرا، فقدان الغموض. أكتر حاجة بتخلي للإنسان هيبة وقيمة إنه يكون مستغني عن اللي عند الناس مش عن الناس، لأن العلاقات مع الناس هي أمر إلهي لتعارفوا، لكن الاستغناء يكون عن اللي في إيد الناس. ساعتها قيمتك تعلى، لكن لما اللي قدامك يحس إنك محتاجه عاطفياً، ساعتها يبدأ يسيطر عليك ويستغلك. السر في إنك تبقى عارف إنك بتحبهم ومعرفهم ده، لكن برضو عارف وقادر تعيش من غيرهم. الحقيقة إن اللي يتغير عليك لما تقرب قول له كتر خيرك، لأنه وفر عليك كتير جدا. وفر عليك التعلق والقرب الزائد والتوقعات الكتير. القرب عمره ما بيرخص الغالي. القرب بيثبت إن الناس في البعد زي القرب، وإن اللي معدنه أصيل مهما كانت المسافة بيفضل شكله واحد. سلام.